ايه ده يا حبيبتي، انت سايبه عيالك يهزروا معاكي كده ليه؟ وفيها ايه يعني؟ لا دي فيها كتير، مش هيحترموكي، كلامك مش هيتسمع وصورتك هتتهز في عينيهم. الام لازم تبقى شاده على عيالها كده ويخافوا منها. والله كل واحد حر في تربيه ولاده. حر ايه؟ هو ايه ده اللي حره في التربيه؟ انت لو ما رفعتيش الشبشب وهم في السن ده مش هتعرفي تلميهم بعدين. ده منطق ايه ده اللي يقول ان احنا نربي ولادنا بالضرب؟ الضرب ده كان موجود زمان عشان ما كانش فيه وعي نفسي للعواقب بتاعته. وعموما انا لوحدي اللي اقرر اربي ولادي ازاي. شكرا يا طنط على النصيحه، بس السن ده سن حساس بيحتاج ان احنا نصاحبهم فيه مش نضربهم خالص. مين فينا ما عندهاش ناس حشريه في حياتها بيحبوا يدخلوا في كل حاجه بالتفصيل ويقولوا لك رايهم ويحاولوا يجبروك ان انت تنفذيه، ومهما حاولتي تصديهم بجاحتهم بتكون قاتله. تلاقي طنط حشريه حاطه مناخيرها في كل صغيره وكبيره وتلومك، انت ليه بنتك خاسه كده؟ انت مش بتاكليها؟ او ليه تخنت قوي كده؟ انت بتاكليها ايه؟ انت مالك اساسا؟ هو مين حضرتك عشان تتدخلي في حياتي او حتى تعلقي على تربيتي لاولادي؟ والكارثه بجد لو اثروا عليكي وعلى تفكيرك. بصي، التربيه وظيفه الاب والام، وفي ناس بنتقبل نصايحهم زي الجد والجده، وفي ناس احيانا بتقدم النصيحه بصوره محترمه، وده لما يطلب منها نصيحه. لكن الشخص اللي يتجاوز حدوده لازم تقطمي الكلام معاه وترميه البحر. اذا كنتي بتتكسفي ومش بتقدري تتعاملي معاهم، حاولي تطنشي الكلام وما تخليهوش ياثر عليكي نهائي ولا على نظرتك لنفسك، لان حياتك انت ادرى بيها. وحاولي تصديهم، مره في مره هيبطلوا يتدخلوا. احكوا لي بقى في الكومنتس مواقف لطيفه مع طنط حشريه وتصرفتي معاها ازاي.